إخواني الكرام، بعد ملحمة كروية تحبست فيها الأنفاس، المنتخب المغربي ربح نيجيريا وكتب صفحة جديدة في هذا الكان. ولكن السؤال دابا، شنو قالوا الناس؟ آراء مختلفة، كل واحد وكيفاش كيشوف فوز المغرب. هذا الفيديو اختاريت فيه أصوات ناس من بلايص مختلفة، كل واحد وقراءته لفوز الأسود وبلوغ النهائي الكبير قدام السنغال. تفرج حتى للأخير وخلي رأيك، واش حان وقت الفوز بالكأس ولا مازال؟ بكل روح رياضيه نهضروا ديريكت. المغرب اليوم كانت تستحق الفوز في 90 دقيقه، لانه تكتيكيا المنتخب المغربي تفوق على المنتخب النيجيري. المنتخب النيجيري لم يغير الشيء الكثير، ربما ناحيه تمركز شويه في الطريقه الدفاعيه، ولكن لو نتحدث عن منتخب نيجيريا فيمكن القول بانه لم يستطع ان يستغل نقاط قوته كما استغلها مع المنتخب الوطني الجزائري. ركراكي لم يمنح له الفرصة للتفوق عليه في مثل هكذا أمور، حتى من الناحية البدنية. بسم الله ما شاء الله لاعبي المغرب، يعني اليوم حضور بدني حقيقي للاعبي المنتخب المغربي أمام منتخب نيجيري بالنسبة لي الأقوى بدنيا في إفريقيا، لأنه ما شاهدناه مع المنتخب الجزائري يؤكد باللي من أقوى المنتخبات في إفريقيا. ركراكي غلق عليهم المنافذ، قوي لعبوا تقريبا بنفس الأسلوب، نعم غلق عليهم المنافذ، والمغرب كانت أخطر، المغرب كانت أفضل صراحة واستحقت الفوز. اليوم نتحدث على كرة قدم بعيدا عن كل الأمور أخرى، يعني أنا أهضرها مباشرة. المنتخب المغربي يتأهل إلى نهائي دوري الأمم الإفريقية وكاليفيكاسيون كي دايرة بالجدارة والاستحقاق خويا. ونهضروا بكل صراحة، كان خير من نيجيريا في 120 مينيت كومبلي، وماشي غير من اليوم، من الديبي تاع التورنوا المنتخب المغربي دائما كان أفضل من لي زادفيرسير اللي لعبوا له. يا خويا بصحتهم وبرافو عليهم، عندهم منتخب متخم بالمواهب ويلعبوا بواحد الشجاعة وواحد الحرارة وواحد الروح الجماعية انورمال. ما وصلوش لا فينال من فارغ، ما وصلوش. وزعما راه يديروا واحد الهضره تاع منا وملهيه ومانيش عارف شكاين. يا كي تكون فيها والله ولوني تعاونك ما راك مكاليفي. كيف انا ادر وهميه يا خويا؟ لا راك شاك، روح العب لهم وربحهم، وراهي جايه كوب دي موند وغادي تبين. وإلا ربحوا البرازيل في الكوب دي موند الجايه ما غاديش تنعاد سيربريز. باش نزيدكم معلومه ديروها في رسالكم غايه الغايه، كاع المدربين الاقوياء اللي راهم في الكوب دي موند واللي راهم قادمين منتخبات كبار سيطادير رايحين ينافسوا على الكوب دي موند، كاع رشحوا المنتخب المغربي باش هاد الخطره يكون منافس حقيقي على اللقب، ماشي غير رايح يشارك. صافي هاد المدربين تاني ما يعرفوش كره قدم، ها نكونوا شويه لوجيكم بعدوا على الاوهام باش ما نحشاناش ونتعلموا شويه دروس. انا نعرف حاجه تخدم تنجح، ما تخدمش ما تنجحش، هذه هي قاعده النجاح اللي نعرفها، ابارسا ما نعرف والو. بصوا، هو بغض النظر مبروك لاخواتنا من المغرب، الف الف مبروك الصعود للنهائي، يستاهلوا الصراحه. بغض النظر ان يا بختكم ان عندكم حارس، يا بخت المنتخب اللي عنده حارس، يا بخت المنتخب اللي عنده حارس وعنده ايد بيعرف يستخدمها، عنده ايد وتوقع وتركيز ويعرف يستخدمها قسما بالله، يا بختكم. عشان بونو ده لازم يتعمل له تمثال. تمثال ايه بقى ده؟ انا عايز اعرف بقى ايه بقى ده، يعني لازمته ايه؟ لازمتها ايه اللي في الادب والمهزأه دي؟ لازمتها ايه وانا يوم السبت اروح العب على نيجيريا باللي هم فيه ده، بلوكمان بوسيمان بتاعه ده، انا قدام يعني انا طب لازمتها ايه؟ يعني انا يعني اللي هو يعني الواحد عقبال ما فاهم، يعني ما يطلع من اللي هو فيه يروح داخل بقى يوم السبت. اتفضل خد يلا خد كمان، يلا كمل بقى. اي حد يا جدعان لسه ما زعلش قوي، استنى يوم السبت ان شاء الله هتزعل. ما هي بالعقل وبالمنطق وباللي انت فيه ده ما فيهاش يعني. ربنا يستر يا جدعان، ربنا يستر. لوكمان اوسيمان الصراحة الخوس هاد الميساي راه قال لي كاين، راه مصر راه ما غتقشقشهاش مع نيجيريا، غنجيكم من الاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك للمنتخب المغربي، مبروك الوصول إلى النهائي، مبروك الترشح إلى الدور النهائي. منتخب مغربي قوي، منتخب مغربي الذي أوقف نيجيريا اللي كان تقريبا كل الناس يقولوا هي أحد أكبر المنتخبات، لكن برهن المنتخب المغربي اليوم اللي عنده قوة ذهنية وقوة تكتيكية وقوة عزيمة ودفع جماهيري. طبعا كان من طراز عالي، مباراة شفنا فيها يعني قوة وندية بين الفريقين، التحامات بدنية، ثنائيات، كرات ضايعة من هون، فرص ما كانتش كثيرة لا محالة، ولكن كانت اللعبة كلها بين فرقتين كانوا تقريبا متقاربين. اليوم المنتخب المغربي قدم كل شيء من أجل الوصول. مثل ما قلت من شوية، لازم يكون عندك حارس كبير في قيمة بونو باش يرجعك، باش تشوف ضربة الجزاء اللي تصدى اللقمان يوريك الحارس محضر مباراته وعارف اللاعبين وين يشوطوا. عمري ما شفت حارس مرمى يمشي كامل بجسمه كله على الجهة اليسرى، لأنه يعرفوا يشوط كرات قويين على الجهة هذيك في الفوق.
فتوجه بكل ونحاله الكرة هذه يعني في ضربة جزاء تعتبر يعني أعطت ورقة الترشح للمنتخب المغربي، مع أنه المنتخب المغربي ضيع عن طريق اللاعب حمزة اللي تأثر برشا، ولكن على طول بونو رجع صاحبه في المباراة ورجع بلد كامل في المباراة. هذه المباراة هي من أحلى وأمتع المباريات تكتيكيا، يعني شفنا المنتخبين أو المنتخبان كانوا واقفين جيدا في المباراة، سكروا قراوا بعضهم بصفة كبيرة. التحكيم من برشا الناس كانت تتوقع التحكيم سينحاز للمنتخب المغربي، اليوم التحكيم برهن والمنتخب المغربي برهن هذه كأس الأفريقية برهنت أنه التحكيم كان متميز وكان أعطاه كل ذي حق حقه، وكان حكم بصراحة أعطاه صورة جيدة لمباراة نصف نهائي في كأس أفريقيا. المنتخب المغربي وصل إلى النهائي بلاعبيه وبجماهيره وبمديره الرياضي أو الفني مدير وليد الركراكي، وبدون مزيت أو معروف أي شخص وبدون مجاملات وصل إلى النهائي بعد ما أزاح الكاميرون، بعد ما أزاح نيجيريا، بعد ما يعني قدم دورة متميزة يسحق. كذلك المنتخب النيجيري منتخب قوي، منتخب عتيد، منتخب لديه كل الإمكانيات أنه يكون هو بطل أفريقيا كذلك، ولكن هذه هي كرة القدم، ضربات الجزاء تحكم. يعني هي ضربات، يعني ناس تقول ضربات حظ، ناس تقول ضربات لا يلام عليها. بالنسبة إخواني الكرام الحارس ياسين بونو، فأي واحد شكك في القدرات ديالو يمكن ليه يرجع الفيديوهات القدام ديالو بالخصوص ضربات الجزاء، وغادي يتأكد ويعرف القيمة الفعلية ديال هذا الكنز اللي كيمتلكه المنتخب الوطني. المنتخب النيجيري ما تقدرش تلوم عليه، واجه منتخب مغربي، والمنتخب المغربي كذلك ما تقدرش تلوم عليه انه او تلومه انه فاز بضربة الجزاء. هذا قانون كرة القدم. الفرحة دائما متواصلة مغربية، الفرحة لبعض القلوب المرضى نقول لهم متواصلة عربيا. المنتخب المغربي هو منتخب عربي شمال أفريقي، إذا جمعنا به الدين والدم والقرابة لازم نفرح لهذا المنتخب، وبلاش العقد النفسية وبلاش الحكايات هذه. هي مجرد كرة قدم ونفرح فيها كما فرحنا لهم في قطر، نفرحوا لهم اليوم اللي وصلوا للنهائي. إن شاء الله تكون كأس مغربية باعتبار تواجدها في المملكة المغربية اللي قدمت كل الظروف وقدمت كل يعني الأتوز، يعني كل الأشياء التي تساعد على إنجاح دورة كأس إفريقيا للأمم اللي كنا دائما نشاهدوها في بلدان إفريقية، مع احترامي طبعا، ولكن ليست بهذه الجودة. الملاعب المتوفرة، الملاعب الفرعية، الفنادق، الجماهير، الهوسبيتاليتي اللي موجودة، الحفاوة، الاستقبال، الدعم الجماهيري، الحضور الجماهيري، كل هذه الأشياء خلات اليوم دورة في المغرب بيوصل فيها المنتخب المغربي بمجهوده، برؤية، بتخطيط، ويكون يعني إثبات أن الكرة المغربية تعيش أزهى فتراتها في السنوات الأخيرة. مبروك للمنتخب المغربي، مبروك لكل المغاربة على هذا الانتصار، مبروك الوصول للنهائي. إن شاء الله إن شاء الله تكون الكأس مغربية، وإن شاء الله يفوز المنتخب المغربي بهذه الكأس، وإن شاء الله نشوف الفرحة في الرباط وفي طنجة وفي الدار البيضاء وفي كل مراكش، أكادير، في كل المملكة المغربية من شمالها إلى أقصى جنوبها. ومبروك للشعب المغربي والأصدقاء المغاربة. اليوم شفنا مباراة طيبة فيها أعصاب، فيها أدرينالين، والحمد لله أنها توجد في الأخير بفرحة مغربية مغاربية عربية. وإن شاء الله في النهائي يقدم الأسود الأطلس كبطل ويتوج كبطل لهذه النسخة الاستثنائية. شكرا على هذا الطبق الكروي نيجيريا، شكرا المغرب، شكرا لهذا التنافس الكبير والقوة البدنية والتكتيكية اللي شفناها. ما شفناش برشا فرص، ما شفناش كثير من الفرص، ما شفناش بزاف فرص كما تقولوا، ولكن شفنا يعني روح قتالية، وهذا ما يتطلب من كل لاعب كرة قدم. إن شاء الله نتعلموا احنا كمنتخب تونسي، إن شاء الله نتعلموا أن تكون عندنا هالجرينتا هذه، وتكون عندنا القوة البدنية هذه اللي باش تنافس بها نيجيريا وباش تنافس بها الكوت ديفوار والكاميرون وغانا وكل هذه الفرق. مبروك للمغرب، كذلك مبروك لنيجيريا وصولها لنصف النهائي. دائما الأربعة الكبار. مبروك لمصر وصولها لنصف النهائي.
المربع الذهبي. هذا المربع الذهبي جمع السنغال بالمغرب في النهائي، وجمع نيجيريا ومصر في مباراة ترتيبية على مرتبة ثالثة. اليوم يوم كروي بامتياز، شفنا تقريبا من أحلى المباريات في كما قلت في الأول من الناحية البدنية والفنية، ومباراة انتهت بضربات الجزاء لأنه الفريقان متعادلان على المستوى الفني والبدني. لعبوا 120 دقيقة لعب، ومبروك مبروك مرة أخرى للمنتخب المغربي على هذا الوصول إلى النهائي. وإن شاء الله في النهائي مباراة السنغال والمغرب هي مباراة أخرى، لازم التركيز، الفرحة اليوم ولكن الابتداء في التركيز من يوم غدا. مبروك المغرب، هارد لك نيجيريا، وإن شاء الله نشوفوا نهائي ونشوفوا الكأس في المغرب. إخواني الكرام، كيف شاهدتوا معايا مجموعة من الآراء ديال أشخاص من مصر، تونس، الجزائر. أتمنى تنال إعجابكم. أستودعكم في حفظ الله وأمانه، وإلى اللقاء.